مين فينا ما استعملش التين في شهر رمضان؟ لان مذاقه حلو وبنحبه طبعا على الفطار. تعالى اقول لكم ايه الفوائد العديدة التي ليس لها حصر للتين. التين ده بجد صيدلية ببيتها. التين المجفف غني بالفيتامينات والمعادن، على الرغم انه فترة حصاد التين اللي بيستهلكه الناس في وقتها بكميات كبيرة، يعني وهو لسه ثمرة ما تجففش، الناس بتستعمله بكمية كبيرة جدا، لأنه بيستهلك وقت كبير من الوقت عشان فوائده تظهر. فوائد التين يعني أنا عاوزة أقول لكم إنه بتحل مشاكل كتير جدا. أهم حاجة إن هو يستعمل يوميا. بيحل مشاكل الإمساك وعسر الهضم، ويمكن استخدام التين المجفف في العديد من الفوائد الصحية في علاج مرضى السكر والسعال والتهاب الشعب الهوائية والربو. طيب انا بستعمل التين في حاجات كتير جدا، منها انقاص الوزن. المهم الاعتدال، يعني انا الكمية بتاعت التين معتدلة جدا. لازم تاخد التين طازج او مجفف بكميات معتدلة جدا. وانا في الفيديو ده هقول لكم ايه الكمية اللي انتوا محتاجينها في اليوم. طب ايه الفيتامينات اللي بتحتويها التين؟ بيحتوي على مجموعة رائعة من العناصر الغذائية مع مستويات عالية من البروتين والكربوهيدرات والكالسيوم وفيتامين كاف والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم. ومن حيث الألياف فإن التين يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية أكثر من جميع الفواكه الأخرى. يعني كمان التين ده زي ما أنا قلت لكم صيدلية. طب إيه هي الفيتامينات اللي موجودة فيه؟ فيتامين أ، فيتامين ب، فيتامين ج، فيتامين ك، الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفسفور. يعني كأنك بتاخدي حباية من الفيتامينات العالية للجسم. تمام، يعني في طاقة، في نشاط، في حيوية، احسن من ان انت تاخدي برشامة يوميا. لا، اعتمدي على التين في الفوائد اللي فيه. طيب التين المجفف بيتمتع بخصائص وقائية ضد العديد من الامراض بفضل غناه على الفيتامينات والمعادن اللي احنا لسه قلناها. كمان في مضادات اكسدة فعالة ضد امراض القلب والاوعية الدموية واضطرابات الجهاز الهضمي ومشاكل الجلد. تتمثل الفوائد الصحية للتين، الفوائد الصحية للتين المجفف في ايه بقى؟ بيقوي جهاز المناعة بخصائصه المضادة للأكسدة، يزيد من مقاومة الجسم ضد الأمراض، يوفر استقرار ضغط الدم. يعني الدم المرتفع ده أو الواطي هو بيعمل استقرار لضغط الدم، بيسرع من حركة الأمعاء وبيزيل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك. ويفضل بفضل احتوائه على كل الألياف القابلة للذوبان. تمام، يزيد من الشعور بالشبع. اللي بياكل تنتين أو 3 بيحس إنه كأنه واكل خروف، بفضل محتواه العالي على الألياف، وبيساعد على إنقاص الوزن، وبيدعم ويحمي صحة العظام بفضل خصائص الكالسيوم القوية التي يحتوي عليها. يعني شفتوا انتوا التين ده كمان بيحتوي على الكالسيوم، بيقوي العظم، لان في ناس اغلبيتنا بيشتكي من قلة الكالسيوم بسبب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية دي كلها بتأثر على العظام. كما انها مفيدة ضد ارتشاف العظام، والذي يمكن ان يظهر فيه اعمار متقدمة، اللي هو ايه؟ تبص تلاقي انه جسمه بيترعش على طول، مش قادر يثبت، عظمه بيترعش مع ارتفاع السن وانقطاع الطمس. طيب لو انا كل يوم مواظبة على 2 أو 3 مجففين، فانا كده بساعد جسمي انه ما يجينيش ابدا ارتجاف في العظم، وقد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون عند تناوله بانتظام واعتدال. يعني ايه كلمة انتظام واعتدال؟ يعني انا ممكن اخصص يومي اني مثلا في وجبة الفطار انا هاخد تنتين، او ما بين الوجبات انا هاخد 2 أو 3 كده. انا اخدت نظامي واعتدلت. طيب بتعمل ايه تاني مفيد في التين؟ الالياف الموجودة في التين بتعمل على تنظيف الكوليسترول. شوف مين فينا
ما تعبش جدا من اخذ علاج الكوليسترول. انا في يوم من الايام تعرضت للاغماء بسبب علاج الكوليسترول. تمام. الزائد في الجهاز الهضمي ونقله الى الامعاء، يعني بياخد الكوليسترول الضار الزائد في الجهاز الهضمي وبينقله الامعاء وبيخرج عن طريق الفضلات. بيحسن المزاج من خلال احتوائه على فيتامين ب 6، يعني مليان فيتامينات لا حصر لها. يحتوي على نوع من مضادات الأكسدة والذي يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع مختلفة من السرطان. ربنا يبعد عنكم يا رب الأمراض. يحتوي على مضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة الأخرى التي تدعم صحة الشعر والبشرة. طبعا كل أنثى فينا أو كل بنت أهم حاجة عندها اللي هو تاجها اللي هو شعرها والبشرة. دايما عندنا اهتمامات. لو أنا حطيت التين في النظام الغذائي هرتاح بجد في حاجات كتير جدا. احنا ما بنستعملش التين ده الا في شهر رمضان ودي مشكلة. بيغذي البشرة ويمنحها مظهر أكتر حيوية. بيحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم بفضل احتوائه على فيتامين ايه بقى اضرار التين؟ احنا قلنا كل الفوائد. هو التين ممكن نتناوله رطبا او جافا. بيوفر العديد من الفوائد للجسم كما هو الحال مع الطعام. اي طعام احنا بنستعمله بيوفر لينا فوائد كتير. فإن الاستهلاك المفرط للتين يمكن أن يسبب بعض المشاكل. فإن الاستهلاك اليومي من التين باعتدال هو ما بين 2 أو 4 ثمرات يوصي بتناوله في أوقات معينة في اليوم في وجبة الإفطار أو ما بين الوجبات. إن استهلاك التين المجفف بكثرة قد يسبب لك بعض الضرر على الجسم في زيادة الوزن مع زيادة مستويات السكر لدى مرضى السكر. يبقى احنا هنتكلم كده بالعامية ونقول ان انت عندك صيدلية ببيتك. تمام. احنا كشعب عربي ما بنستعملش التين غير بس التين المجفف غير بس في وقت رمضان فقط. طبعا انت لما بتفطر في رمضان على كوباية فيها تين مجفف، العصير اللي انت بتشربه على الفطار، فانت فعلا بتفيد جسمك افادة يعني لا حصر لها. طبعا لان انت في اللحظة دي بتدي جسمك مقاومة للامراض. بتلاحظ ان طول شهر رمضان انت بتعمل مجهود طول اليوم في نهار رمضان وانت مش حاسس بالتعب لان انت فطرت على التين المجفف. يبقى هنقول ان التين ده ليه فوائد كتير. فيتامينات بتفيد البشرة، مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى القلب، السرطانات، اللي هي الحاجات اللي فعلا احنا محتاجينها في نظامنا الغذائي. الشتاء داخل علينا، محتاجين حاجة تقوي جسمنا ضد الامراض ويكون عندنا مناعة ان احنا بالفعل نقاوم الامراض. يبقى احنا هنخلي التين ده في نظامنا الغذائي. ناس كتير بتجري على التخسيس، ناس كتير بتجري على انه على طول المناعة عندها ضعيفة، بتكح بتعطس من اقل حاجة. يعني في ناس لو فتحت البلكونة بيجي لها برد. في ناس لو اكلت اكلة بتعيا. طب احنا ليه ما نفيدش نفسينا واحنا عندنا صيدلية كبيرة جدا 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 من فوائد التين؟ لو التين ملوش فايدة ما كانش ذكر في القرآن. كمان التين والزيتون، في طريقتين للتين والزيتون. لا اما تجيب التين اللي هو الثمر مش المجفف، وتحط تنتين مع 7 زيتونات وتضربهم في الخلاط او في الكبة وتاكل منهم معلقة على الريق. ما تبردش ابدا، بجد بجد مش هيبقى فيه مرض. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن التين المجفف احطه جوه يعني كام ثمرة تين جوه زجاجة او برطمان، احط فيه زيت زيتون واسيبه فترة حوالي 15 يوم في مكان مظلم، وابتدي اكل منه قطعة يوميا على الريق.
فانا بجد بجد اخدت صيدليه ببيتي، صيدليه لنفسي، بدون ما اني اخد فيتامين او اشتري فيتامين مننا. ما خلصش فلوسه وتعب من كتر ما بياخد فيتامينات عشان خاطر يقدر يقوي جسمه. طب وليه انا ادور على برشامه ما اضمنش اضرارها فيما بعد وما اخدش الصيدليه؟ وفي النهايه الاعتدال في كل شيء بيحافظ على الصحه. ارجو الافاده، والسلام عليكم ورحمه الله.